السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني متتبعي قناتكم يوميات فلاح. اليوم إن شاء الله غادي نتكلموا على طريقة زراعة البطاطا في أكياس من البلاستيك. الطريقة هذه فهي كيقوم بها الناس اللي ما عندهمش أرض فين يزرعوا، عندهم مثلا سطح، يقدروا يستعملوا هذه الطريقة هذه. يحتاجوا واحد 4 ولا 5 ديال الخناشي ولا 3 كاع، ويعمروهم بالتربة كيف غادي نوريكم، وكيفاش غادي يزرعوا البطاطا ويستافدوا منها بطريقة سهلة وبسيطة. ما عليكم إلا تختاروا شي تربة تكون جيدة وجيدة التصريف، وكتوضعوها في شي أكياس من البلاستيك موين ولا صغار ولا كبار كيف كتشاهدوا. ومن بعد كناخدو بطاطا اللي كتبقى عندنا في الدار ما كنستعملوهاش، وهي كل ما قدامت كل ما كتنبت بحال هاد الطريقة هادي. كنقسموها على 2 بهذا الشكل هذا. من بعد كناخدو كل نص كنزرعوه في خنشة اللي درنا ليها داك التراب اللي جيد التصريف بحال هاد الشكل هذا. ما كنحفروش بزاف، واحد شوية باش نقدروا نوضعوا فيه البطاطا ما نغرقوش ليها بزاف. وكنخليو هادوك النباتة ديالها نخليها باينة فوق التراب. وبإمكاننا نستعملو حتى البطاطا اللي كتكون باقا مزيانة، غا هو هادي كتكون ديجا هي منبتة، يعني انها دغيا تنبت ليك، يعني في ظرف اسبوع تنبت. اما الاخرى كتكون خصها واحد المدة باش عاد دير ديك النباتة ديالها باش عاد تكبر. هادشي علاش انايا كنفضل الانسان يدير بحال هاد الطريقة هادي وياخد هاد البطاطا هادي كتكون ديجا فيها النباتة، كتكون سريعة ومضمونة، يعني ديجا كاينه النباتة طالعة، فقط تحتاج شوية ديال الماء باش تنبت. كنجيو نفس الشيء تاني كنديرو نص تاني في خنشة وحدة أخرى، وكنخليو النباتة. ومن بعد كنسقيوهم مزيان، كنديرو بعدا في المرة الأولى كنسقيو مزيان. من بعد كل 3 أيام ولا كل 4 أيام نسقيو بالماء حتى تخرج الوراق ديالها. ومن بعد أسبوع كتنبت لينا البطاطا بهذا الشكل هذا، كتخرج الوراق ديالها. وهاد الوراق كيشبهوا الوراق ديال النعناع من بعيد، حتى كتقرب لهم عاد كيبان الفرق. كنداومو على السقا، ومن بعد 3 شهور تقريبا ممكن انك تجني البطاطا ديالك بكل سهولة. نفس الشيء هذه حتى هي العمر ديالها اسبوع. تبارك الله ما شاء الله. انا كنعطيهم الماء مزيان، كنبخلش عليهم بالماء باش انهم يعطيوني البطاطا كبيرة وجيدة. والى هنا نشرف على نهاية الفيديو. نتمنى ما تبخلوش علينا بالاراء ديالكم وبالاشتراك والضغط على زر الاعجاب، والسلام عليكم ورحمة الله.